اخر 3 شهور في 2023. هيا حلوين واهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هتكلم معاكم عن اخر 3 شهور في سنة 2023، او هنعتبره مع بعض كده زي تخطيط ربع سنوي لاخر 3 شهور في السنة ومراجعة وتقييم للي فات. بدل ما ناخد السنة على مدار واحد وناخدها كده اهداف على مدار السنة، بنحتاج ان احنا كل فترة نراجع الاهداف دي ونقيم نفسنا. في تقييم نصف سنوي وفي تقييم ربع سنوي، يعني بدل ما بناخد الاهداف بتاعتنا على السنه كلها او على ال6 شهور، بنقسمهم كده على كل 3 شهور. يعني بنعمل كده مراجعه كل 3 شهور على الاهداف بتاعتنا. فالنهارده هتكلم معاكم عن اخر 3 شهور في السنه، ازاي نستغلهم وازاي نستفيد بيهم وازاي نعوض فيهم كل اللي فات. وانا بجهز للفيديو ده وبخطط لل3 شهور اللي جايين، لقيت ان انا اعتمدت على 3 خطوات اساسيه. اول خطوه زي ما متعودين دايما وهي التقييم والمراجعه لكل اللي فات. لازم كده اقعد مع نفسي واسال نفسي سؤال واحد: انا حققت ايه؟ من خلال اجابتي على السؤال ده هقدر احدد انا حققت الاهداف بتاعتي ولا لا، وادائي للاهداف دي كان عامل ازاي. هل انا فعلا كنت بسعى وبشتغل عليها وقدرت ان انا ابني خطوات تساعدني ان انا اوصل للاهداف دي ولا لا، وايه برضو اللي ساعدني او اللي اقدر اعمله هيساعدني ان انا اوصل للاهداف دي، وايه الخطوات اللي فعلا ساعدتني ان انا اخد فيها ستيبس حلوة وامشي فيها على مستوى كويس. السؤال ده فعلا هيفرق معانا كتير قوي ان احنا نعرف كل الحاجات دي. اشوف بقى انا عملت ايه، هل قدرت احقق التوازن ما بين جوانب الحياة بتاعتي، وخلينا معتمدين على ان فعلا التخطيط السوي هو اللي بيخليني احقق التوازن بين جوانب الحياة بتاعتي، مش مجرد ان انا اهتم بجانب على حساب جانب تاني. حاجتين بقى مهمين جدا 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 في التقييم بتاعنا لازم ان احنا نركز عليهم، مش مجرد ان احنا نعرف اللي فات ده وبس، لا لازم نركز على الحاجتين دول كويس قوي. اول حاجة منهم وهي التحديات. لازم اعرف ايه التحديات اللي واجهتني الفترة اللي فاتت وازاي اتصرفت معاها، وابدا اقيم التصرف بتاعي ده كان صح ولا كان غلط. طيب الطريقه اللي انا اتصرفت بيها دي هقدر ان انا اتصرف بيها في اي موقف تاني وينفع فعلا ان انا اتعامل بيها ولا لا. التحديات دي اللي هتساعدنا على ان احنا نتوقع ايه اللي ممكن يحصل معانا بعد كده، فنبقى متحكمين فيه ونبقى عارفين احنا هنتصرف ازاي، وكمان هي اللي هتساعدنا ان احنا نكمل، لان الاهداف تحقيقها مش بيجي بسهوله، بيقابلنا كتير من العقبات وكتير من التحديات. فلازم اكون انا مقيم التحديات اللي انا مريت بيها قبل كده عشان اعرف هتصرف ازاي لو واجهت اي تحدي تاني، او لو واجهت اي حاجة تانية تشبه بالحاجات اللي انا مريت بيها قبل كده. طيب تاني حاجة بقى مهم نركز عليها في التقييم بتاعنا وهي الانجازات. كتير مننا بيركز على انا حققت الهدف بتاعي ولا لا، في حين ان احنا في طريقنا لتحقيق الهدف ممكن ان احنا ما نوصلش للهدف ده او ما نحققهوش، بس نقدر نكون اخدنا خطوات فعلية وانجازات كتير في حياتنا فرقت معانا واحنا في محاولتنا لتحقيق الهدف ده. زي مثلا لو انت عندك هدف ان انت توصل لوزن معين مثلا خلال 6 شهور، طيب انت ما قدرتش توصل للوزن ده في ال6 شهور، بس قدرت ان انت تقلل سكريات، فده في حد ذاته انجاز مهم جدا ان انت تركز عليه وتحتفل بيه. فالانجازات البسيطه اللي بتحصل في يوم بتاعنا او المهام الصغيره اللي بنكون حاطينها لنفسنا في سبيل تحقيقنا لهدف معين مهم قوي قوي لو احنا انجزناها فعليا نركز عليها، لانها هتفرق معانا كتير. ولما بنركز على الانجازات اللي احنا بنعملها، الانجازات الصغيره دي بتساعدنا بشكل كبير جدا جدا ان احنا نوصل للهدف ونحقق انجاز كبير. تاني خطوة بقى مهمة لل3 شهور الجايين وهي تحديد الأولويات والأهداف. حطيت الاتنين مع بعض عشان مرتبطين ببعض بشكل كبير قوي. الأولويات، خلينا نتكلم الأول عن الأولويات. ما ينفعش أكون ماشي في حياتي كده وأبدأ التخطيط بتاعي من غير ما أكون عارف إيه هي أولوياتي، ولا ينفع أبدأ في حاجة معينة وأنا مش عارف إيه أولوياتي من الحاجة دي بالذات. من غير ما اكون عارف ايه هي اولوياتي واحددها كويس مش هعرف ان انا ابني لنفسي تخطيط، ولا هعرف ان انا احط لنفسي اي اهداف. فلازم قبل اي حاجه احدد ايه هي اولوياتي في حياتي. لو انا مثلا اولوياتي الشغل، لو انا مثلا اولوياتي مثلا الفتره دي ان انا ابني لنفسي عادات جديده، لو انا مثلا اولوياتي ان انا اكتسب مهارات جديده او امارس هوايات معينه بطلتها من بدري، لازم اكون عارف ايه هي اولوياتي ومحددها كويس عشان اعرف ابني التخطيط بتاعي بشكل سليم، واعرف احط لنفسي اهداف والتزم بيها واقدر ان انا احققها. نيجي بقى للاهداف. خطوه تحديد الاهداف دي وهي الخطوه اللي كلنا بنكون متحمسين ليها في التخطيط بتاعنا، سواء كنا بنخطط في اول السنه او في نص السنه او بنخطط للشهر بتاعنا، حتى بنكون متحمسين جدا جدا ان احنا نقعد نحدد الاهداف بتاعتنا. بس زي ما قلت لكم قبل كده مش كل الاهداف هنحققها، بمعنى
لازم عشان اقدر احدد لنفسي هدف كويس او اقدر احدد لنفسي هدف يساعدني على اني احققه، لازم اكون متبع مبدأ السمارت جول. ايه هو بقى مبدأ السمارت جول؟ ان الهدف بتاعي يكون معتمد على 5 صفات SMART، زي حروف كده كلمة سمارت. اول كلمة وهو ان يكون specific، ان يكون محدد بشكل كويس. تاني كلمة وهو ان يكون measurable، يعني يكون قابل للقياس، اقدر ان انا احدد او اقدر ان انا اقيس الهدف بتاعي ده على مدار الوقت. تالت كلمة وهي achievable، يعني يكون قابل للتحقيق. ما ينفعش اجيب هدف انا مش هقدر احققه، او هدف مش واقعي، او انا ما عنديش المهارات بتاعته، او ما عنديش الامكانيات ان تساعدني ان انا اقدر احدد الهدف ده، اقدر يا ربي ان انا احقق الهدف ده. رابع صفة هو ان يكون relevant او realistic، بمعنى ان يكون حقيقي او مرتبط بالواقع بتاعي. ما اجيبش هدف خزعبلي واقول ان انا لازم احقق الهدف ده. لازم اكون مختار هدف قابل للتحقيق ويكون مرتبط بالواقع بتاعي. اخر صفة هو ان يكون time bound، يعني محدد بوقت معين. طيب هقدر احقق الحاجات دي ازاي؟ من خلال شوية اسئلة هيساعدوني ان انا احدد لنفسي ال5 صفات دي، فبالتالي اقدر ان انا اختار هدف يكون ذكي ويساعدني على اني احققه. وهكتب لكم كل الاسئله قدامكم على الشاشه دلوقتي، وهتلاقوها في الديسكربشن بوكس. تقدروا ان انتوا تراجعوا نفسكم في الاسئله دي عشان تقدروا تحددوا اهدافكم خلال الفتره الجايه. وبعد ما اكون كده قدرت ان انا احدد لنفسي هدف ذكي، ايه بقى الخطوه اللي بعد كده؟ وهي تالت خطوه واخر خطوه في التخطيط لاخر 3 شهور في السنه. الخطوه دي انا سميتها الحق اللي باقي. يعني ايه؟ يعني الخطوه اللي هتساعدنا ان احنا نلحق اللي باقي في السنه ونعوض فيه اللي احنا ما عملناهوش قبل كده. لو احنا مثلا ما حققناش اهداف معينه، او لو احنا مستنيين مثلا حاجات معينه تحصل تساعدنا ان احنا نحقق الهدف بتاعنا، او باقي لنا خطوات بسيطه، او حتى لو ما بدأناش تخطيط وما حطيناش اهداف قبل كده، استراتيجيه الحق اللي باقي زي ما انا مسمياها هي اللي هتساعدنا ان احنا نستغل فعلا ال3 شهور دول اقصى استفاده واستغلال، ونطلع منها محققين الاهداف بتاعتنا. الاستراتيجيه دي بقى بتقوم على ايه او بتعتمد على ايه يا انجي؟ هي بتقوم على حاجتين اساس الاستراتيجيه دي، وهو الاهداف. بعد ما نكون حددنا الاهداف بتاعتنا، لازم الاهداف دي بقى نقسمها على حاجتين او تعتمد على حاجتين عشان فعلا نقدر ان احنا نستغل ال3 شهور دول كويس. اول حاجه هنركز عليها وهي ان احنا نقسم الاهداف بتاعتنا لاهداف صغيره. بمعنى ان انا بعد ما اكون حددت الهدف بتاعي، لازم اخد الهدف ده واقسمه لخطوات صغيرة تساعدني ان انا اوصل للهدف ده. بمعنى هاخد من الهدف الكبير ده اللي على مدار ال3 شهور اهداف صغيرة قصيرة المدى اقدر ان انا احققها، فبالتالي لما احققها اكون حققت الهدف الكبير. يعني انا حطيت هدف لل3 شهور الجايين، ممكن اخد من الاهداف دي بقى او من الهدف ده هدف للشهر، وهدف للاسبوع، وهدف لليوم بتاعي. فانا كده يبقى حطيت الهدف على 3 اهداف صغيرين على مدار ال3 شهور، والهدف اللي على مدار الشهر ده طلعت منه اهداف صغيره على مدار الاسابيع بتاعتي، خطوات بسيطه حتى لو حولتها لمهام يوميه، المهم انها هتساعدني ان انا اوصل للهدف بتاعي ده اخر ال3 شهور او اخر المده اللي انا محددها لنفسي. تاني حاجه نركز عليها بقى وهي تقسيم الاهداف بتاعتنا، بحيث ان يكون هدف لكل جانب. وانا بحط الاهداف بتاعتي خلاص واخترت الجوانب اللي انا محتاجه اركز عليها الفتره الجايه، لازم 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 احقق التوازن. زي ما قلت قبل كده ان التخطيط الصح والتخطيط السليم هو اللي انا بكون محقق فيه التوازن ما بين كل جوانب حياتي، مش مهتم بجانب على حساب جانب تاني، او مهتم بحاجه على حساب حاجه تانية. لو انا مهتم بشغلي على حساب صحتي، لو انا مهتم بالجانب الاجتماعي والعلاقات على حساب الجانب النفسي بتاعي، لازم اكون محقق التوازن ما بين كل الجوانب دي. فعشان كده هنختار هدف لكل جانب. بمعنى ان بعد ما اكون حددت الاهداف بتاعتي، ممكن اطلع اهداف صغيرة زي ما قلت، وكل هدف صغير يكون له علاقة بجانب معين. لازم احقق التوازن ده عشان فعلا هيفرق معانا بشكل كبير قوي، وهو اللي هيحسسنا ان احنا خارجين من ال3 شهور دول مستفيدين ومحققين كل الاهداف بتاعتنا. وبس كده التخطيط بتاعنا خلص، واللي كان معتمد على 3 خطوات اساسيه. اولها التقييم والمراجعه، وتاني خطوه كانت تحديد الاولويات والاهداف، وتالت خطوه كانت استراتيجيه الحق اللي باقي. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو افادكم ويكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش ان انتوا فعلا تطبقوا الخطوات دي عشان فعلا تستفيدوا من اللي باقي في السنه وتحققوا فيها اهدافكم. دلوقتي اقدر اقول لكم ربنا يحل ايامكم واشوفكم دايما بتضحكوا. سلام.